تقدر تتخيل مكان برد فيه يوصل لدرجة إن الكلام ممكن يتجمد في الهواء؟ أهلا بيك في أوميكيون، مدينة في روسيا تعتبر أبرد مدينة مأهولة في العالم. درجة الحرارة هناك وصلت مرة ناقص 71 تحت الصفر، والمتوسط في الشتاء حوالي ناقص 47. شيء يجنن. المية السخنة لو رميتها في الهواء تتحول لتلج في ثواني، والفوط المبلولة لو لفتها مرتين تتجمد كأنها تمثال. لو لمست معدن بإيدك من غير جوانتي جلدك ممكن يلزق ويتقطع. مفيش خضار ولا فاكهة، الأرض كلها متجمدة. الناس عايشة على اللحوم المجمدة والحاجات الناشفة. بس لو انت بقى بتحب اللحمة هتبقى في الجنة هناك. لحمة بقر، حصنة، سمك، كله متجمد بره من غير تلاجة. العربيات هناك لو مش شغالة 24 ساعة ولو اتقفلت الموتور والزيت والبطارية ممكن يتجمدوا، وممكن يولعوا نار عشان يسخنوا المكنة الأول. الناس هناك لابسين زي محاربين، 3 بناطيل، 5 طبقات جاكيتات، وأكتر من 15 كيلو هدوم. حتى العين والأنف ممكن يتعرضوا لصدمة الصقيع لو اتكشفوا. وأغرب شيء بقى إن كل ده عندهم عادي وطبيعي. السؤال هنا بقى، هل حد فيكم زار المكان ده قبل كده؟ أو أي حد اتعرض جات حرارة تحت الصفر بالطريقة دي؟ يحكي لنا عن تجربته في الكومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.